حرب سرعات الام دي 2 ما بتنتهيش يا صديقي، يعني وصلنا 7500 ميجا تقريبا في الجين 4 وداخلين على 11000 في الجين 5 اللي لسه هينزل. وسط كل ده ضروري تبقى عارف تختار الام دي 2 على اساس ايه وايه المواصفات اللي تراعيها ولازم تبقى موجوده فيه، واكيد طبعا لازم تعرف الانواع الاسرع والافضل من كل الشركات. النهارده معانا ام دي 2 يعتبر من الاسرع عالميا من شركه نيو فورزا، هنجربه سوا ونشوف كل تفاصيله. هيا بينا في رحله شهابيه جديده. NFB 455 بيجي بفورم فاكتور 2280 وده الحجم المعتاد لاغلب الام دي 2، 2.5 عرض في 8 سم طول تقريبا. الام دي 2 من نوع جين 4 شغال على منفذ PCI Express 4X4 وبيدعم تقنية NVMe 1.4. حسب مواصفات الشركة فالسرعة بتوصل لمعدل من 6700 ميجا ل 7400 ميجا في القراية والكتابة. مفيش هيت سينك احترافي بيجي، هتلاقي ستيكر كده من نيو فورزا مصنوع من مواد بسيطة بتساعد في التبريد شويتين بس متعتمدش عليها قوي. معانا شريحة 3D ناند 128 لاير من نوع TLC، معانا 2 جيجا دي رام من نوع DDR4 من شركة مايكرون، ودي نقطة قوة لأي ام دي 2 طبعا بتعزز الأداء والعمر الافتراضي. الام دي 2 فيه خاصية SLC كاش ودي بتخلي الكنترولر يتعامل مع الشريحة على إنها SLC بشكل افتراضي. الام دي 2 بيقدم اختيارات متنوعة في المساحات، معانا من أول تيرا لغاية 4 تيرا. الضمان من نيو فورزا لمدة 5 سنين وده وقت طويل بيعبر عن ثقة كبيرة في الجودة طبعا. الام دي 2 مش متوفر كتير في الاسواق وتقريبا كده كمياته بتخلص بشكل سريع. هتلاقي كمان على العلبة بتاعته صور لتقييمات وجوائز عالمية من اكتر من مراجع، كل دول بيأكدوا تميز الام دي 2 ده. عشان كده اخر سعر قدرنا نشوفه لنسخة ال2 تيرا هو $200 تقريبا، يعني حوالي 6500 جنيه، ومتوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العملة في كل بلد، ولغاية لما يتوفر تاني وارد جدا السعر يقل او يزيد بنسبة بسيطة. التجربة كانت في حرارة الغرفة العادية بدون أي تكييف، وجهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. أثناء تجربتنا للام دي 2 تحت ضغط وفي أكتر من اختبار وصلنا لمعدل السرعات المعلن عنه على الموقع الرسمي من 6000 ل 7000 ميجا في القراية والكتابة، كل ده بشكل مستقر وأداء ثابت. والحرارة تحت أعلى ضغط وصلت 70 درجة، وفي وضع الخمول كانت من 45 ل 50 درجة. كمان جربنا مجموعة جيمز نقلناها على الام دي 2 ولعبنا من عليه بشكل مباشر والأداء كان ممتاز جدا. الام دي 2 رغم انه بيوصل ل 70 درجة تحت ضغط لكنه مصمم انه يشتغل لغاية 80 كمان بدون اي مشاكل، بس انا شخصيا منصحش بالوصول للمعدلات دي في الحرارة بحيث نحافظ على افضل اداء مستقر. NFB 455 من نيو فورزا بيقدم تجربة مميزة، سرعات بتوصل ل 7400 ميجا وده بيخليه من اسرع وحدات التخزين في الفئة بتاعته. كمان وجود دي رام 2 جيجا DDR4 وخاصية ال SLC كاشنج، كل ده مع كواليتي تصنيع وتكنولوجيا محترم وضمان 5 سنين. فاكيد يعني لو بتدور على وحدة تخزين جين 4 باحدث تقنيات التشغيل وبسرعات عالية لازم ال NFB 455 من نيو فورزا يبقى في اولوياتك يا معلم.